أخبار كرة القدم، قنوات أبو ظبي بتعلن نقل بطولة كأس العرب إن شاء الله، اللي هي الشهر الجاي شهر 12. وإن شاء الله البطولة تبقى الفرق كلها بتلعب حلو، منتخباتهم طبعا مصر هتروح بالمنتخب التاني. وإن شاء الله الماتشة تبقى على القنوات المفتوحة، ما تبقاش على المشفرة زي ما بين سبورت هتعمل. أعتقد هتعمل على القنوات المشفرة، فإن شاء الله تبقى في ماتشة مصر بالذات تبقى في القنوات المفتوحة، ونتفرج على البطولة في القنوات المفتوحة إن شاء الله على النايل سات. كمان زيزو لاعب الأهلي بيعمل فحص طبي النهاردة عشان نشوف هيلعب ماتش شبيبة القبائل ولا لأ، اللي هو إن شاء الله يوم السبت الساعة 5. فهنشوف إن شاء الله هيبقى موجود في القايمة ولا لأ. إن شاء الله القايمة بكرة هتنزل، ولما تنزل أقول لكم مين اللي في قايمة الأهلي إن شاء الله. والد أشرف داري عمل تصريح إن هو أشرف داري ما بيفكرش يرحل عن الأهلي، ولا النادي بيفكر إنه يمشيه. وإن اللي هو اللاعب إن هو مصاب في التمرين امبارح، لا هو ما اتصابش ولا حاجة، هو اللاعب زي الفل، وإن شاء الله يكون في قائمة الأهلي بكرة في مباراة شبيبة القبائل. كمان الأهلي بيشكو نائب بنك الأهلي بسبب التصريح اللي قاله إن عمل تصريح كده مش حلو على النادي الأهلي وعلى جمهور النادي الأهلي. فالنادي الأهلي عمل عليه شكوى من وزارة المالية الرياضية والمحافظ البنك المركزي. كمان الزمالك بيقرر تجديد عقد حارس عمر عبد العزيز الناشئ، اللي هو كان بيلعب في بطولة الناشئين دي اللي احنا لسه طلعنا منها من سويسرا من كام يوم. وجدد عقد الحارس مرمى الأساسي للمنتخب المصري الناشئين.